صباح الخير، اهلا بيكم في بأسهل طريقة مع ميمي. النهاردة بقى هنعمل فطار لطيف جدا، كوبايات الكرواسون المحشية. حاجة كده سهلة وبسيطة، وتقومي تعمليها يوم الجمعة كده بسرعة لولادك وحبايبك. يلا نشوف هنعملها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب وحدات الكرواسون السادة من اي فرن، وهنقسمها 2 كده. نحاول نفتحها شوية كده من النص علشان تبقى عاملة زي الكوباية كده، وهنرصها في الصينية بتاعتنا المدهونة. طبعا هندهن الصينية. نفتح التانية بنفس الطريقة وهكذا، وهنحط في كل واحدة حتة جبنة رومي او اي نوع جبنة انتي حباه كده. هحط في كل واحدة بيضة كده، وهنحط رشة من الفلفل الاسود على كل واحدة. مادام في بيض يبقى لازم فلفل اسود. في كل واحدة هحط فوقها حتة بسطرمة او حتة سلامي او الحاجة اللي انت حباها بقى، لانشون، مورتاديلا بقري، اي حاجة من اللي انتوا بتحبوها. وكمان هنحط جبنة شيدر كده، يعني حتة بقى فطار تحفة تحفة تحفة. وعلى الوش حطي حتة جبنة موتزاريلا كده، تعملك طعم وشكل في منتهى الجمال. وعلى فرن سخن بقى، وهندخلها لغاية لما الجبن بتاعتي تسيح والبيض يستوي. طلعنا بقى كوبايات الكرواسون بتاعتنا من الفرن. ما كملتش 10 دقايق ولا 8 دقايق، يعني حاجة سهلة وبسيطة جدا، بس طعمها خرافي. بصوا شكلها حاجة كده تحفة ومحشية، وتاكلي بألف هنا وشفا ان شاء الله. الفيديو يعجبكم، وان عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان يجيلكم كل جديد. اوعوا يا جماعة تنسوا الاشتراك في القناة وشيروا الفيديو لأكبر عدد من الناس. ودي كانت طريقة عمل كوبايات الكرواسون المحشية بأسهل طريقة مع ميمي.